عسلامة، مرحبا بكم في روسيت جديدة. اليوم باش نعملو خبز الذرة، اما باش نعملوها بطريقة صحية. دونك باش نحيو الفرينة نورمال، الفرينة البيضاء، وباش نحيو السكر. وبالنسبة للروسيت هذي باش يكون لونيتي دو ميزور متاعنا كيس، معناتها باش نكيلو بكيس ولا بصحفة كيما تحبوا. كيس نتاع ستيل يرفع 240 250 مليلتر، كيس نتاع ماء عادي، معناتها مش كيس كبير. وكما تشوفوا في التصاور تجي معناتها سي فغي ما فيهش الفرينة البيضة، لكن تجي معناتها ايغي وتجي خفيفة، معناتها معناتها في المطعم ما فما حتى فرق بينها وبين خبز الذرة اللي تعملوها بالفرينة والا بالسكر. وتوا نبداو نحضروا الروسيت نتاعنا. اول حاجه خذيت هوني 4 عظمات. دونك بعد ما فقست ال4 عظمات نتاعي في الصحفه اللي باش نستعملها، باش نزيد هوني كيس حليب. دونك هذايا الكيس انا اللي باش نكايل بيه، تخليوه الكيس هذاك تكايلوا بيه كل شيء. وتوا كيس غير ربع زيت، تحب تستعملوا زيت زيتونة والا زيت نورمال نباتي، وهذايا مغرفة عطر شيء ماهيش اوبليغاتوار، اما تفوح برشا الجاتو متاعنا. وتوا نركضوهم مع بعضهم مليح حتى يوليو اوموجين، معناتها كل شيء يدخل في بعضه. دونك هاو كيفاش الخليط متاعي ولا اوموجين، المكونات الكل دخلوا في بعضهم. توا باش ناخو 2 كيلات ذرة، ديما بنفس الكيس نكايلو. وعلى 2 كيلات ذرة باش ناخذو كيلا فرينة متاع لوز. نجمو نرحيو اللوز وحدنا، لوز ابيض نرحيوه وحدنا، والا نشريو فرينة اللوز حاضرة ونخلطو كيف كيف بالقدا، معناتها حتى تخلط الفرينة مع المكونات الكل، يتخلطوا كل مع بعضهم. بالنسبة للذرة والفرينة متاع اللوز نجمو تصفيوهم وتحطوهم مصفين، والا هكا معناتها تحطوهم وتوسعوا بالكم، معناتها في التحريك تحلوها، معناتها البودر تحلوه بالكدا، ما تخليوش معناتها باش ما يقعدش فيه الكعابر. دونك كيما تراو خلطها بالكدا، ما ماهيش مكعبرة، امورها واضحة. وتوا في عوض السكر انا حطيت 3 مغارف كبار معناتها تمر مرحي. دونك تلقاوه هذايا يتباع، كما تنجموا تعوضوه بسكر التمر، تنجموا تعوضوه بالعسل، بالسيرو داكاف. مي انا عندي دبس التمر، كيما دبس الرومين، اما هذايا دبس التمر يتباع حاضر. دونك حطيت 3 مغارف كبار، تنجموا تعملوه وحدكم في الدار. تنجموا التمر تنحيولو القلوب متاعو وتنفخوه شويه في الماء باش يطرى، ومن بعديك ترحيوه في الميكسور، يجيكم بالكدا. وفما شكون معناتها يشيحوا في الفور، تمر ينحيلو القلب متاعو يشيحوا في الفور، ومن بعديك يرحيه يجي كيما السكر. دونك كيما تراو نخلط بالكدا باش دبس التمر هذيك معناتها يتخلط مع المكونات بالكدا. وتوا باش نحط 2 مغارف صغار خميره متاع جاتو، تنجموا تحطوا شكاره، معناتها خميره متاع جاتو في تونس يتباعوا شكاير، هوني تتباع حكه كبيره. دونك هذاك علاش انا نحط ليكيفالون متاع شكاره خميره متاع جاتو في تونس اللي هي 2 مغارف صغار. ونعاود نحرك بالكدا باش تدخل الخميره مع المكونات. خذيت هوني المولا كيك متاعي، تنجموا تدهنوه بالزبده، انا عندي زيت ويل دافوكا فشفاشه. دونك فشفشتو توا نحاول ندهن بالكدا معناتها البلاطو متاعي. تنجموا تعملوا زبده زيت اللي تحبوا. ونصب الخليط متاعي في المول. انتر temps
حضرت انا من قبيله لي فروي سيك اللي باش نزين بيهم دونك كيس نفس الكيله نفس الكيس هذيك دي فروي سيك منوعين تحطوا لي فروي سيك اللي تحبوا عليهم تنجموا تحطوا تمر جلجلين ياسر يجيبنين في خبز الذرة انا ما عنديش جلجلين حطيت زبيب وحطيت معناتها لوز زوزه نوا دو برازيل وزوز انواع نتاع لوز عندي امون ديفيلي دونك فوالا تزينوا كيما تحبوا نتوما تنجموا تزينوا بالتمر كهو بالزبيبه كهو بالجلجلين كهو دونك كيما تحبوا ان فيت وتوا ندخل الجاتو نتاعي يطيب في الفور على 350 فahrenheit ليكيفالون تاع 180 سلسيوس مدة 35 دقيقة وهذا الجاتو نتاعي حضر ان شاء الله تكون الريسيت عجبتكم وتلقاو المكونات الكل في صندوق الوصف ونتلقاو في ريسيت جديدة شيء طيبة.